كنتي كتشوف هاد الفيديو وحاسس براسك ضايع، راني بغيت نقولك بلي بزاف ديال الناس المشهورين واللي لاباس عليهم بداو بلا علاقات وبلا فلوس وبلا حتى شي فكره واضحه. السلام عليكم، انا زكريا وعندي 17 سنه. في هذا الفيديو ما غاديش نعطيك موتيفاسيون خاويه، ولكن غادي ندوي معاك على كيفاش تبدل حياتك في 2026. حيت بزاف ديال الشباب كيدوزو نهارهم خاوي غير ما بين سكرولينغ في انستغرام وتيك توك واللعب، وفي الاخير كيلقاو بلي النهار ديالهم دازو بلا ما يستافدوا منه والو. وبصراحه حتى انا بحالكم كنضيع نهار غير في سكرولينغ، وديما كنقول غدا غنبدا غدا غنركز، ولكن والو. غير واحد النهار سولت راسي وقلت الا بقيت بحال هكا العام كامل فين غنوصل؟ لا فيديوهات لا موتيفاسيون لا ديسيبلين لا شي واحد يورينا الطريق الصحيحه. وفي الاخر استنتجت بلي الا ما بدلتش راسي ما كاينش اللي غادي يبدلو ليا. بزاف ديال الانفلونسور والناس كيخدعوك في الانترنت، كيوريوك غير الحياه الزوينه، السفريات ديالهم، المال، الحريه، ولكن عمرهم وراوك الحياه الحقيقيه، التعب، المرض، الشك. اول حاجه غديرها لك تبغي تبدا من الزيرو هي تحبس التفكير، حيت المشكله هو انك ماشي انت ما عندكش ما دير، بل انت عندك بزاف ديال الافكار كتبقى تفكر فيهم في نفس الوقت. مثلا باغي دير شي فكره، مثلا تدخل اليوتيوب طابي كورس مونتاج، تعلم المونتاج، تعلم الديزاين، تعلم صناعه المحتوى، تعلم التصوير، تعلم شي لغه. المهم ديما خصك تعلم شي حاجه اللي غادي تنفعك في الحياه. انا شخصيا اول حاجه بديت بها فاش كنت باغي نبدل الحياه ديالي هي بديت كنشوف الوقت ديالي فين كان كيمشي. فلقيت انا الوقت ديالي كيمشي كامل غير في التليفون والسكرولينغ والفيديوهات القصيره، فحاولت اني نبدل داك الجو ديال السكرولينغ لاني نتعلم فيه شي مهاره اللي غتنفعني في الحياه ديالي ولا المستقبل ديالي، بحال مثلا نتعلم المونتاج، نتعلم الديزاين، وبديت كنتعلم شويه ديال التصوير، وبديت كنقرا شويه على صناعه المحتوى. نضرب واحد الحقيقه بلي ان التغيير ديما كيكون صعيب، حيت كتلقى العقل ديالك مولف على الدوبامين السريع، الضحك، السكرولينغ والفيديوهات. ولكن ملي كتبغي تخدم شي حاجه اللي غادي تفيد بها راسك كيجيك الملل دغيا. وهنا فين كيكون الفرق بين الناس، كاين اللي كيحارب داك المجال وكيبدا يتعلم، وكاين اللي كيرجع ازيرو وكيعاود يكمل غير في سكرولينغ وكيجي وكيخلي الحلم ديالو وكيتبع داكشي الساهل. نفع على حاجه اخرى مهمه بزاف، بالموتيفاسيون مؤقته. كاين نهارات اللي كتحس بها ونهارات اللي لا، مي ديسيبلين هو اللي كيخليك تكمل في اي حاجه واخا انت ما عندكش الخاطر ليها. وهاد العقليه هي اللي خاصها بزاف ديال الشباب انهم يوليو يستعملوا الديسيبلين ماشي الموتيفاسيون. بزاف الشباب كتلقاهم مثلا باغيين يبداو شي دومين بحال المونتاج ولا صناعه المحتوى، كتلقاهم كيقولوا بلي باغيين يبداو بدي زوتي اللي غيكونوا غاليين، يقولك باغيين كاميرا غاليه، باغيين بيسي غالي. مي انت تقدر تبدا بحاجه اللي بسيطه بحال غير تليفون تكون عنده كاميرا زوينه تقدر تعاونك في التصوير، ماشي ضروري تبدا بشي حاجه مهمه، حيت اهم حاجه هي البدايات. اذا بغيتي تبدل حياتك في 2026 خاصك تنقص من السكرولينغ، تعلم شي سكيلز بحال المونتاج، ديزاين، المهم اي مهاره كاينه في الويب تعلم ولو غير وحده منهم وتقنها. متبقاش تقارن راسك بالناس، حيت اخيب حاجه هي المقارنه. وخدم على صحتك وبدا واخا تكون خايف غير بدا، حيت بزاف ديال الشباب كتكون عندهم تخوف غير من البدايه، كيقول لا يقدروا يشوفوني صحابي يضحكوا عليا يقدر، ولكن داكشي كامل عادي، انت غير بدا وما تصور حتى شي واحد. انا شخصيا مازال يلا بديت ويلا بديت كنطور من راسي وكنتعلم اي حاجه جديده، حيت اصلا مازال صغير، يعني مازال عندك الوقت الكافي باش تعلم اي حاجه ومازال عقلك خاوي. ولكن الحاجه الوحيده اللي نتاكد منها بلي القرار اللي خديته بلي غنطور من راسي ونخدم عليه هو احسن قرار خديته في حياتي. الا عجبك الفيديو ما تنساش تخلي لايك، كومنت، سبسكرايب، وما تنساش تكتب لنا في الكومنتات اش هي الحاجه اللي باغي تبدل في حياتك في 2026.